اهي ضربت. شايفين؟ ازيكم يا حبايب قلبي، وحشونا جدا جدا جدا. شكرا لكل واحد اشترك معانا اذا كان على اليوتيوب او الفيسبوك او التيك توك. ما تنساش قبل ما نبدا شويه الفيديوهات اللي معانا دول شويه فيديوهات عنب عنب. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتابعنا على الفيسبوك وعلى التيك توك. يلا على الفيديوهات. حضرتك انا النهارده كنت معدي من شارع ارض الحافي اللي موجود في منطقه وجام، وكان في حريق هائل في شارع. لنا ايه هنولع يا نهار ازرق. امي بص، انا كنت ماشي عادي في شارع في الجام اسمه ارض الحافي، وفجاه لقيت حريق هائل هائل جدا. فقلت لا ازاي بقى، فرحت قعدت اطفيه بالكفتفه. ما اتطفاش، بس لغايه ما انت شايف كده اتطفى. ايه ده يا نهار اسود، هنولع يا نهار ازرق. امي ده في حريقه بجد. انا بجد انا بجد اوعى كده من قلب الحدث كده. ايه ده انا كنت معرج الحاجه في حاجه بجد. الناس بتولع يا لهوي، يخرب بيتك، ده في حريقه الناس بتولع. بصوا يا جماعه، انا كنت بستغرب جدا لما كنت الاقي حد شابين جمال مش عارف ايه نقصوا راجل كبير من قلب مش ما ده طبيعي يا جماعه، ما ده لازم، ربنا خلقنا الانسانيه، لازم نلحق الناس وهي بتموت. انتوا واقفين بتضحكوا، انتوا بتضحكوا بجد، انت بتضحك. قعدتوا تقولوا لي عامله فيلر عامله فيلر ايه، مش عارفه انطق اصلا. وانا كمان مش عارف انطق. ايه ده، ايه فيلر ده يعني؟ ايه ايه فيلر؟ مش فاير ده يعني حريق ولا ايه ده؟ ايه معلش انا اسف يعني اللغه ايه يعني ايه؟ اهي ضربت. شايفين؟ قصدك على الشفه؟ يعني دي مش واحده حطيت بقك جوه ازازه كده وشفطت فاتزنقت فجت امك واخواتك قعدوا يشدوا في الازازه لغايه ما ورموها كده؟ يعني ده فيلر ده ولا في ايه ده؟ هو ده؟ احنا مش شايفين، احنا مخضوضين، احنا خايفين، احنا مرعوبين، لكن خايفين شايفين؟ لا احنا ما بنشوفش. احنا هنشوف ايه؟ مفيش حاجه اصلا، كل الفيديو بق، يعني كل الفيديو عباره عن بق مورم. القرف ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت فسيتيها؟ يعني ده دم اللي في بقك ده؟ يعني انتوا جيتوا شكشكشوها من هنا مثلا بتطلعي الدم في بقك؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ منكم لله اللي بصيتوا لها في شفايفها، منكم لله خليتونا نتفرج على القرف ده. في ناس بتقابلني في الشارع، امسح يا محمد التيك توك اللي انت عامله ده. يا محمد امسحها، يا محمد امسحها، يا محمد امسحها، يا محمد احنا متغاظين مني، اللي متغاظ مننا يعمل زينا. لا يا محمد مش هنعمل زيك عشان احنا ما بنعرفش نعمل زيك يا محمد. احنا بنعمل فيديوهات زي الناس يا محمد، مش بنعمل زيك يا محمد. بصوا يا جماعه، بعد محمد فانا قررت اجيب لكم فيديو هيقول كلام زي الفل. بصوا بقى افهموا بقى، يا ريت نتعلم يا جماعه، يا ريت والنبي نتعلم. انا هتكلم في موضوع مهم. انا هتكلم في موضوع زي ما قلت لكم بالظبط. بص انا هتكلم في موضوع يلا يا ابني، يلا يا حبيبي انت هو، يلا نادوا على الجيران، نادوا على الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي يقعد يسمع الكلام المهم اللي بيقوله ابو سجاره. نسمعه بقى يلا. فككوا بقى من فكره ان انا بقى جاي ايه عشان ان انا اتكلم وبتاع. انا مش فاهم، هنفهم ولا ايه؟ نكمل. انا اصلا في الحقيقه هو الموضوع مش هنختلف. لا ما استوعبش. والصعيدي البورسعيدي اللي كانوا جايين يسمعوا ما استوعبوش. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا حبيبي؟ انت عندك عم اهبل؟ قول لي لو عندك عم اهبل عالجك. عمر باشا ازيك عامل ايه؟ بس جبنا لكم رئيس الدراما في التيك توك. ده بقى اللي بيعمل ايه الفيديوهات اللطيفه اللي هو بتاع ايه يعني، ده عنده 6 مليون تقريبا متابع، فحاجه عظمه. فبيعمل فيديوهات بقى اللي هي عظيمه دي. اتفرج بقى اتفرج، اللي هو داخل عليه يقول له ازيك يا سعاده الباشا. لا ده انا ما بسلمش على خدامين يالا، يا دي حماره ما بسلمش على خدامين. افهم بقى، ما تحرجش نفسك. عمر باشا ازيك عامل ايه؟ ازيك يا باشا. انت غير ده كله كنت بوصل اخت الدرس يا باشا. اختك برضو ولا لابست سلسله والبنطلون اللي جابوه لك؟ انت كنت بتقابله على صاحبتك ولا ايه؟ اختك برضو ولا لابس لي سلسله والبنطلون اللي انا جايبه لك؟ يلا البنطلون يلا جايب لك البنطلون ده عشان ذلك. يلا هو مفيش كده على الكوكب، مفيش حد بيقعد يذل حد كده، بس انا كعمر وعلى الاكونت بتاعي كله ذله كده. لما ببقى باشا بنتهز الفرصه بقى بقعد اذل على طول. يا باشا والله كنت بوصل اخت ما الدرس. تكسبش بالله. ما تقسمش بالله، هتقسم بالله هزعلك. وايه ده؟ مش ده شبشب الحمام بتاعي؟ ايه ده؟ مش شبشب الحمام بتاعي؟ يا حيوان كده اخش الحمام ما لقيتش الشبشب. يا حيوان دخلت حافل الحمام بسببك. مش شبشب الحمام بتاعي يالا؟ ايه اللي خليك نزلت بيه؟ ما عنديش شبشب يا باشا. طلعت حرامي؟ تاخد شبشب الحمام من على الحمام وتهرب؟ اه يا كلب، معاك شبشب امشي حافي، ما تاخدش شبشب الحمام بتاعي. روح شوف شغلك يا بيدو، ولو اتاخرت تاني مالكش عارف تعيش عني. شيماء
انت يا ابني باشا شغال ولا بتغني؟ انت حمار، شغال ولا بتغني؟ انت عبيط؟ في حد يغني وهو بيشتغل؟ انت مجنون؟ شغال عند عمر بيه يالا يالا يعني انت عبيط؟ شغال يا باشا بلم الزباله. بقول لك ايه، مخصوم لك يومين. ليه يا باشا هو مرتبه قد ايه اصلا؟ انت هترد عليها ولا ايه؟ مخصوم لك 3 ايام، ولو بعد كده اشتغلت وانت بتغني مالكش اكلكش عندي، وهقلعك الهدوم اللي انا مديها لك دي ومشيك ملط. سمعت انا مش هقول لك تاني. لو اشتغلت انت بتغني هزعلك. والزباله اللي انت بتلمها اللي هو خشب، ما اعرفش زباله ايه الخشب ده، يعني عندكم الزباله بترمى يعني انا مثلا بقزقز خشب وبرميها على مش عارف انا، بس يعني الزباله اللي انت بتلمها دي هتتحرم من لمها يالا، هتتحرم من لمها يا كلب. هتفضل طول عمرك عايش بتلم في حاجات تانية غير الزباله بتاعتي. انا قلت لك اهو ما تنساش هقلعك الهدوم اللي انا مشحتها لك يا شحات يا جربوع يا خدام. اشتغل. تمام يا باشا. ايه يا روحي طمنين عليك. والله خلاص شغل قلت رايح شويه واكلمك. انت يا زفت ايه يا باشا؟ انت قاعد بتتكلم في التليفون ولا قاعد شغال؟ انا خلاص شغل. وانا عرفت منك يا حبيبتي. طيب زي ما انت بتكلم حبيبتك وانت قاعد بقى، مفيش نوم في الاوضه النهارده. نام هنا اهو. اللي اتفقشته. بص انت بتعمل ايه؟ بتكلم حبيبتي ومسميها حبيبتي كمان. انت بشر زينا يالا، انت بني ادم زينا يالا. اوعى تحب يالا وتكلم بنات، اوعى. طب اقول لك على حاجه، زي ما انت نايم كده وعامل لي فيها وابي وعامل وضع الاغراء ده، وحياه امك ما تنام جوه. هتنام هنا، نام يالا، نام دلوقتي الظهر، نام. شغالش بس نام هنا. تمام ماشي. ميدو عايزه فلوس عشان المراجعه النهائيه. اتفضلي يا مها. ايه ده هما دول بس؟ انا عارف يا مها ان انا مقصر معاك الشهر ده جامد جدا، بس حصل معايا كذا ظرف والله. جبت كوتش عشان الباشا كان بيعايرني بالشبشب اللي انا كنت لابسه بتاعه، خصم لي نص المرتب. طب بيخصم لك نص المرتب ليه؟ عشان كنت قاعد بتكلم في الموبايل شويه. بص يا مها دي تقريبا اخته. انا مقصر معاك جدا، بس والله العظيم والله شبشب اللي انا سرقته الحمام رجعته تاني، عشان حرام اسرق. ورحت اشتريت كوتش عشان ما يقعدش يذلني. اما البنطلون اللي هو مديهولي وبيذلني بيه طول الفيديو هفضل لابسه. ليه بقى؟ ليه بقى يا ناصح؟ ليه يا ناصح؟ عشان يفضل يذلني. بس ما ينفعش اعيش من غير ذله، انا خدام. معلش هو زي ما ظلمك ربنا هيجيب لك حقك، ما تزعلش. بس يا مها دي المساعده، معلش زي ما ظلمك ربنا هيجيب لك حقك. يعني طب هات الفلوس اللي اديتها لك بقى، يعني خليكي جدعه، اقفي مع اخوك يا مها اديته الفلوس، مها حركتني. طب انا امسح ده من الفيديو ولا اكله في المونتاج ولا اسيبه وخلاص؟ منك الله يا مها. عمر بيه في يا شيك، عندي لك خبر وحش. قول. انا عارف الخبر، انا عملته في فيديوهات كتير قبل كده. عمر بيفلس. ايوه انا فرحان. عمر بيفلس بتاع البنطلون والشبشب الحمام فلس. انا بحب بقى الفيديوهات الكرياتيف، الفكره جديده، دي فكره جديده. يعني انا اتفرجت عليها بتاع 800 900 الف مره، دي فكره جديده. عمر بيه فلس. البنك حجز على كل ممتلكاته. ايه؟ اه والله. ايه بل عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا قد رزق الطير والحوت في البحر. بس يا سيدي، وعمر بيه افتكر ان هو ظلم الشخص ده، هو اكيد ما ظلمش حد غيره لان هو اصلا الفيديو ما فيهوش غيره، فحس بقى بالندم وزعل وزمانه تاب لربنا، وان شاء الله ربنا يتقبل ويرجع له كل ثروته. بس يا سيدي شفت الموضوع سهل بسيطه خالص. اظلم كده، انت فاهم؟ اوعى تظلم، واوعى تعاير حد. لو اديت حد بنطلون احمر مش عاجبه او مش عاجبك انت شخصيا، اوعى تذله غير 3 4 مرات في الاسبوع بس. يعني كل ما تشوفه كده، مش البنطلون ده بتاعي يالا، ولا مش الشبشب ده بتاع الحمام بتاعي يا خدام. بس خلاص. فقبل ما تمشوا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتابعنا على الفيسبوك وتشير الفيديو ده.